عاجل عاجل لو سمحتوا لي، عاجل بسرعة. اليوم مباراة الفريقين صغيرين، النصر والرائد. عبد العزيز كلهم في تخصصه لو سمحت، معنا ملك العواجل هنا وتعطينا عاجل. سلامات. الله يصمت دهرا وينطق يا حكمة. عمي كاسرين الباب من الكرم يا عمي، تفضل. لقن ارحب ابو سامي. هلا بلينغهام. الحين انت يا لقن قبل شوي تقول ان انفولو ومدري ايش حقت سعود عبد الحميد وعندك اخبار. وش في لاعب غير شو اسمه كنسلو؟ لا ما اتكلم، ما اقول كذا، اقول سعود عبد الحميد من غرد سيف السيف يقول من يفاوض السعود، انا دريت ان سعود ماشي، عشان كذا انا شلته انا من حسابي. طيب بما قبل يعني سيف السيف الحين يقول ليست صفقه ولا ثنتين يعني اللي بقوله انا المصدرجيه اللي قبل شوي في ناس تمصدر وقال انا عندي مصادر وانا عندي مدري من فلان وفلان. عاطني وش الصفقه الحين الثانيه بما انه غرد فيها سيف السيف قال صفقه اكثر من صفقتين. يلا يا ابو المصادر انت وياه. لا الحين خلي بلي متعب الحربي ما هي صحيحه يا شباب. اسمع دقيقه بالله. بلينغهام تدري ان واحد امس داخل معنا يقول انا مكلم واحد اساسي في تشكيله الهلال يقول ان السعود بيوقع يا ولد. هذا الحين انا بنقزه مثل ثامر قبل شيء يقول والله قال فلان والثاني يقول قال فلان وانا اعرفه. بالله يا اخوان سووا ريتويت ولايك. تغريده ابو محمد تكفى. صحيفه مدري اسمها خلاص جاب الخبر يا مجهول. متعب الحربي عطنا الموضوع كامل. خلاص متعب خلصوا خلاص مسألة وقت بعد مباراة الاتفاق والشباب ينتقل. كيف خلصوا ويقول لك باعت بالفشل؟ مجهول. صار عندنا جناحين وصار عندنا سنترين كويسين وعندنا حارس وعندنا محاور. دقيقة عندنا محاور والحين عندنا هذه قصيدة أبو فهد وعندنا الحين الأجنحة وكذا. من باقي لنا لا الإضافات الصغار وين يكونون يا بديل متروفيتش؟ لو سمحت كان اسمه على طول في الهجوم مو بحارس. نبا حارس والله هذه نبا دي ما نبيها كلمة نبا. لا أصغار يا مجهول. بونو بيلعب بونو بونو طفش من الحراسة يا بيت. بالنسبة لي أبغى سعود يجلس ما أبغى الرجال. لا والله يا ليت يجلس يا أبو عبد العزيز وانجلس والله بتصير ضرب للهلال القوية. جلوس سعود عبد الحميد مرهون بالصفقة زي ما قلت لكم. إذا الهلال وافق، إذا برنامج الاستقطاب وافق على، طبعا عشان ما تاخذونها انها دستور، لا الهلال يقدر يصرف لودي، الهلال قادر عن تصريف لودي وعنده البديل كلها جاهزه. ولكن اذا تضغط علي بالاتجاه هذا انك لازم تخلص، لازم سعود يحترف، الهلال شارط تخلصني من لودي كامله مو بعاره. الهلال عنده عروض عاره وعنده عروض انتقال، تخلصني من لودي بالكامل. اصغار تكلم على خلاص قلت لك مواليد 2003 بيجيب الهلال في الثلث الهجومي في حال قدوم كانسلو. دقيقه خلي المستمعين يسمعون يا ناس. في حال قدوم كانسلو وطبعا تصريف لودي بيجيبون الاثنين مواليد 2003 في الثلث الهجومي. يمكن واحد بس الاقرب من هذين باذن الله. لا مجهول. خلنا الموضوع سعود. احنا سمعنا السيف وسمعنا الزلال يقولون ما الهلال ما جاء عروض ولا ندري من يفاوضه. كيف الحين انتم حكمتوا ان اذا جاء في شرط اذا جاء كنسله خلاص سعود يمشي؟ الهلال فضحهم كلهم عن طريق سيف السيف، عن طريق الزلال. قالها يا ابو عبد العزيز. هذا فابريز دقيقه يا امبراطور. دقيقه سؤاله واضح. الهلال فضحهم عن طريق الاعلاميين القويين. الهلال ما عنده اي عرض، واللي فاوض سعود عبد الحميد شخص في الاتحاد السعودي، في برنامج الاستقطاب، في اي مكان ما حد يعرف اللي فاوض بين روما وبين سعود. الان صار الموضوع رسمي، في عمليه احتراف، خروج فيصل الغامدي ومروان صحفي اللي رجع فيصل الغامدي امس، واضح ان فيه عمليه احتراف وواضح ان في اجبار للهلال. طيب في اجبار، الهلال حطهم على الطاوله قال انا باقي في عقد سنه، انا ملتزم بالسنه هذه، تبغون تمشونه مشروع احتراف جيبوا لي كانسلو الظهير الايمن معروض الانتقال عند السيتي. عندنا بيدرو مونديز صديقنا العزيز هو وكيله ويقول السيتي معطيني صرف اللاعب، هذا لاعب يبغى يصرفونه، لا تقول لي ما وافق السيتي، لا تقول لي ما وافق اللاعب، كل الموافقات موجوده، جيبوا لي كانسلو ومشوا لي لودي. هذا شرط الهلال. تبغون سعود يمشي احتراف؟ طيب. انا ادعم يعني كلموا الهلال بعدين صح؟ لا هو عارفين من المصدر، الهلال ما يقدر يصرح. انا قايل لكم، انا سبق اني عملت في اشياء ما تصرح فيها اعلاميا وغير مسموح.
بس انها في مشروع واضح. طيب. واضح مجهول في جداً. سؤال ولا في سعود عبد سؤال الحميد مجهول عبد مجهول الحميد 2 مليون يورو اسمحوا لي يا شباب صاحيين بالله ولا اسمح لي ابو عبد العزيز ما عليك امر. السؤال هنا هل كانت قصه رافينها كذب اعلامي فبركه اعلاميه؟ طيب اللاعب روكي قال انا لا زلت انتظر مزيدا من المال، رفض الصفقه الاولى قال الفلوس ما تكفي ابى زياده. تفضل. روكي لا، وقع خلاص صح ولا لا مجهول؟ لا روكي كان في مفاوضات مع وكيله. اما شاف رافينها لا اقصد انه وقع مع نادي وش رافينها اسم استفسار. النادي اللي ريال عندك بيتيس ايه وقع مع بيتيس خلاص. روكي كان في عروض، بس رافينها لا، كان في استفسار من الهلال. هل اللاعب معروض للبيع؟ كم؟ وهل اللاعب عنده رغبه يجي الدوري السعودي؟ وكم يبغى راتب؟ هذه كلها استفسارات. عشان كذا الاعلام على طول طلعوا الاسم، في الاعلاميين طلعوا الاسم، الوكيل طلع اسمه في الاعلام انه مستهدف سعودي، وطلع اللي انتم شفتوه. ولكن الهلال استفسر، ما قدم اي عرض رسمي. يا ابوي مبلغه 90 مليون ويمكن يطلب هو راتب ما يقل عن 50 مليون. فالهلال استفسر بيشوف وش الوضع، جس النبض. برشلونه حاطه للبيع، عارضه للبيع، بس عرض رسمي لا. لو جاء عرض رسمي بتسمع عن طريق الوكلاء، عن طريق الصحفيين المقربين. برشلونه تعرف ان في عرض رسمي تقدم فيه. ما في احد تكلم ان في عرض رسمي على طاوله برشلونه الرافينها، ما في اي عرض رسمي. مجهول. الان الهلال الان يعني اذا خلص مع كانسيلو يبقى عنده 2 مواليد. انا هذا رايي وانا ما ادري. انا اشوف ان الهلال يوقع مع لاعب يلعب مهاجم، يلعب طرف ايمن، يعني يلعب بالثلث الهجومي، ويجيب مواليد ظهير ايسر، عشان بكاس العالم تلعب بال10 ما عندك الا لاعب واحد يكون كلهم اساسيين. هل تتفق مع هذا الراي مجهول او لا؟ والله فكره، اذا لقيت ظهير ايسر ممتاز ومناسب في مواليد 2003 ممكن استثمر فيه، استثمر في الخانه، اجهز للخانه استثمار. وتحسب قرارات الاتحاد السعودي اللي دايم تجي مفاجئه ويقول لك 10 في الملعب، خلاص مسموح تلعب ب10، يكون عندي خانه انا مستثمر فيها لاعب زي كذا. بس اذا انا ما لقيت اللاعب اللي استثمر فيه، لا، انا اشوف الاستثمار في الجزء الهجومي افضل بكثير. انا استثمر في مهاجم بديل مترو، جناح بديل سالم ومالكم ونيمار. انا اشوف اني استثمر في الخانه دي افضل من اني اغامر في الظهير اليسار اذا ما لقيت. بس اذا جبت مهاجم زي روكي مثلا، مو بروكي بس اقول زي يعني ستايل، يلعب جناح، يلعب مهاجم، يلعب 9.5، اذا لقيت لاعب متعدد الخصائص في الثلث الهجومي ممكن على طول اروح للخانه الثانيه اجيب ظهير يسار على طول بدون نقاش، لاني جبت لاعب يملى الثلث الهجومي بالكامل، زي محمد القحطاني عندك يلعب لك جناح يمين وجناح يسار. خلاص انا استثمر في لاعب ثاني يلعب نفس الخصائص لزياده راس حربه، زايد راس حربه. هنا اقدر استثمر بخانه الظهير الايسر واجيب لاعب مواليد 2003 او 2004 او 2005 حتى لو عمره 19 سنه، ما عندك مشكله. جبت تستثمر فيه مع الوقت، ممكن مو بستثمر ماديا، لا ما اقصد فلوس، استثمار في الخانه، ان يكون عندك قوه في الخانه، واعطيه عقد طويل 4 سنوات 5 سنوات، اشوف وش بيصير معاه. اذا هو بدع خلاص ما عاد احتاج اجيب لاعب اجنبي، يكون هو ظهيري الايسر. وعلما ان الاتحاد السعودي اصدر قرار اذا جبت مواليد 2003 يستمر معك لعده مواسم بنفس القرار اللي هو مواليد 2003. كلام جميل كلام جميل. طيب ابو سامي، نروح لابو سامي. مرحبا، صباح الخير يا ابو سامي. هلا السلام عليكم، صباحكم مبروك بالخير. عليك هاللاعب. الله يسعدك. يعني انا بالنسبه لي عندي تحفظ على اللاعب نفسه. اخر 10 سنين كم نادي لعب معه؟ هذا السؤال. 4 عندي، لعب مع ميونخ ولعب مع يوفنتوس وبرشلونه والسيتي. 4 ولا 6؟ ابو سامي لا، 4. احنا كهلاليين ناشب في حلوقنا لودي ونقيم كنسلو، والله عندنا من الفسقه شيء كبير صراحه. لا انت الان اللي عندي اترك، انا بجيب واحد افضل من اللي عندي، هذا المقصد. انا خاف انه يفصل علي بين الشوطين ويغادر، بس انا خاف انه يعني عقليته ما هي كويسه. بس لا يعرفه، درب جيسوس قبل، وبعدين اللاعب اللي مثل كانسيلو انت تقدر يعني لما تبي تجيبه اكيد ان جيسوس متكلم معه وفاهم الاسلوب وفاهم الطريقه. ترى يشرحون للاعب قبل التعاقد انه ترى طريقتنا كذا وها، ما يصدمون اللاعب بالاسلوب. ان شاء الله ان الله ينفع به. بس شوف احنا قاعده عندنا اللاعب اللي تنقل من نادي لنادي تلقاه يعني في شيء. انت بلاعب تكشخ فيه يا ابو سامي ولا اللاعب ينفعك فنيا؟ انا بلاعب. اشوف الناس ما يبون ظهير، يبون واحد قدام يكشخون فيه. لا انا اللي سمعت امس وحتى بالمؤتمر يحق لك تسجل 10 اجانب، صح ولا لا؟ 10 تسجل. صح صحيح صح. الشيء الثاني
زي الاتحاد سجل 10 ولعبهم كاس العالم. الهلال يحق له يسجل 12 13 بس ما يلعب بهم الدوري، يحق له مفتوح، يقول لك ما عندك مشكله. لا 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 لا, لا غير صحيح. الى اغلاق فتره سوق الانتقالات، هذا اللي قالوه يعني لين سبتمبر. لا انا سالت بعدها انا سالت بعدها. يا رجل القرار يقول لك الى 2 سبتمبر، لان الاتحاد الاسيوي يقول لك اللعيبه المقيدين في الاتحاد السعودي يحق لهم المشاركه في دوري ابطال اسيا. يعني لو عندك مقيد الهلال 14 لاعب راح يشاركون في دوري ابطال اسيا 14 لاعب، ما راح يفوتون الهلال والنصر والاهلي انهم يجيبون لعيبه. بس لا، قرار واضح انا قاري يقول لك الى اغلاق فتره سوق الانتقالات. انا قاري مكتوب مسموح بعدد مفتوح بس الى فتره اغلاق سوق الانتقالات. افهم فكره ابو سامي. الموسم اللي راح نفس الكلام قالوا، بس يوم اغلقت الفتره قالوا خلاص خل لاعبينك عندك الزياده.